هي كيكة العيد سهلة وسريعة مع بعض الحيل والأفكار اللي كنعملوها في المنزل ديالنا كاقتراح مني. أخليوكم معايا. الكيكة خرجناها لذيذة بزاف وهي معمولة بالفواكه والمكسرات. كيكة شكلاطية معلكة رائعة وسهلة التحضير. كنديرو التزيين وفي نفس الوقت كطيب مع التزيين ديالها وكتحضر بلا ما نخرجوها من الفران ونبداو نديرو التزيين. فقبل ما نبداو ما تنساوش من اللايك وكومنتير والاشتراك في القناة. فهنا اول حاجة كنديروها هي كندهنوا المول ديالنا بالزبدة. ضروري تدهن بالزبدة سواء كان زجاجي او المول العادي. غادي ندردر عليها شويه ديال الكوك ماشي الدقيق، الزبده والكوك. ملي غادي ندير عليها الكوك في الجدار ديال المول وفي الوسط ديال المول كنحطوه في الثلاجه. كنديروه في الفريزر ماشي الثلاجه، الفريزر باش يولي لينا جامد على ما نحضروا الكيك. من بعد غادي ناخدو باش نحضروا الكيك السهل ديالنا. اولا كناخد برتقاله وكنحك المبشور ديالها لان انا بغيت نكه الكيك بالنكهه البرتقال. غادي ناخد البيض، عندي 3 ديال البيضات، غادي نهرسهم ونوضعهم هنايا. الا عندكم زوج كبارين اكتفيو غير بزوج، انا هادو صغارين داكشي علاش درت 3 ديال البيضات. ضفت عليها نص كاس ديال العسل ونص كاس ديال زيت الزيتون. من بعد غادي نخلط المكونات شويه لان من بعد غادي نخلط كل شيء بالباتور. من بعد غادي نضيف ليها شوكولاته، 2 ساشيات ديال الكاكاو المر بدون سكر. غادي نخلط شويه، غادي نضيف باقي المقادير. دابا كنخلط بالباتور. الباتور ضروري، الا ما عندكمش تقدروا ديروها في آلة ديال العصير. فاحنا غادي نضيف شويه ديال دقيق الفينو او دقيق القمح على حسب المتوفر، و2 خمارات احمرين. غادي نخلطهم جيدا صافي وغادي نوضع في المول اللي غادي نجبدو من الثلاجه. المول جبدناه من الثلاجه باش نوضعوا فيه الخليط. الخليط خاصو يكون خفيف، ما ثقيل ما خفيف، بين وبين. كبيت الخليط ديالي ديال الكيك. دابا غادي نمروا للتزيين. التزيين هو المرحله الاخيره. هادو هما الحيل والافكار ديال الكيك. عندي هنايا موزه قطعتها الى قطع صغيره وزينت بها الكيك ديالي. غادي نستمر في التزيين تنعمرها بالموز. تقدروا تضيفوا تفاح، تقدروا تضيفوا المونغ او اي فواكه متوفره عندكم. انا اكتفيت غير بالموز لانه هو اللي متوفر عندي، اكتفيت به هو فقط. وبالنسبه للحلاوه على حساب الذوق ديال الحلاوه. فهكا المول مدهون بالزبده ومرشوش بالكوك. كونوا على يقين ان الكيك ما غاديش تلتصق نهائيا. دابا غادي ندير عليها شويه ديال
الاكاجو هو اللي متوفر عندي، زينتها انا بالموز والاكاجو، هرمشتهم شويه وضفت عليهم الاكاجو. تقدروا تضيفوا الفول السوداني، اللوز، القرقاح اللي متوفر عندكم. غادي ديروه لكيك وتزينوا به الكيكه ديالكم باش تعمر الطابله ديال العيد. الكيكه ديالي جاهزه. الوقت اللي انا كنزينها الفران مشعول على 180 درجه. صافي، دابا الكيك موجوده. ملي كنسالي تزين غادي ندخلها للفرن. غادي نعمرها بالاكاجو اللي عندي غير تقريبا شي 100 غرام ديال الاكاجو فقط. وهاد المول هذا موين، ما كبير وما صغير. انا غادي ندخلها للفرن وهي جاهزه. كتستغرق في الطياب 45 دقيقه فقط. كطيب من الفوق ومن التحت. و الطروفه راني قطعتهم وما لصقوش ليا نهائيا. راه اصلا هي مقطعه لان الوليدات ما بغاوش يصبروا باش نصورها. لذيذه بزاف وطريه وبصحه والراحه. وعواشركم مبروكه. بسلام عليكم. ما تنسونيش من لايك وكومنتير والاشتراك في القناه.